واو. البيتي فور الجميل بتاعنا اهو، ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة الا بالله. ان شاء الله ان شاء الله هتجربوه وهيعجبكم باذن الله، وبألف هنا وشفا. خلاص انا خلصت الكمية اللي انا عملتها، زينتها اهو، شايفين الجمال والحلاوة، ولا ابسط من كده ولا اسهل من كده. هجرب معاكم واحدة نشوفها ازاي ده يبقى دوب. بصوا 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 ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة الا بالله. وعلى فكرة البيتي فور كل ما بيقعد بينعم، تمام، وهو اصلا ناعم ما شاء الله، ودايب دايب دوب، تمام كده. هنبتدي دلوقتي نزين البيتي فور بتاعنا. عندنا شوكولاتة فرمسي الوان، وعندنا شوكولاتة فرمسي شوكولا بس، وعندنا شوكولاتة سايحة، وعندنا ايه مربى. هنبتدي نمسك ايه بظهر المعلقة كده. الافضل ان هي تكون مربى مش قطع، تكون مربى ايه يعني بوريه كده. عندي تمام كده، وهنحطها في الشوكولاتة السايحة كده، والشوكولاتة فرمسيه تمام، وهنحطها على ورقة الزبدة برضو. هنجيب برضو واحدة تانية، مش بنكتر يعني المربى، تمام كده. نحطها في الشوكولاتة السايحة، وبعدين في الشوكولاتة الفرمسيه الألوان. ايه رأيكم؟ نعمل مع بعض واحدة مدورة. تعمليه في بيتك ولا تشتريه بالغالي. احلى وصفة لايه للبيتي فور، هتجربيها وهتعتمديها، تمام كده، ومش هتبطلي تعمليها. نعمل ابيض، واحدة ابيض مدورة. نعملها بالشوكولاتة. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي؟ انا هعمل معاكم شوية دول وبعدين هكملها وهنشوف بقى النتيجة النهائية الجميلة بتاعتنا دي، تمام كده. دلوقتي بعد ما بردت خالص، بصوا تتحرك بسهولة.
لازم تبرد عشان ايه ما تتكسرش، البيتي فور ما يتكسرش لما نيجي ايه نشيله. تمام كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي متابعين قناتي، قناة نانا هوم. وحشتوني كتير. كل عام وانتم بخير. العيد قرب وهنعمل معاكم النهاردة البيتي فور بأبسط الطرق وأقل المقادير. وانتي عايزة تزودي زي ما انت عايزة تنقصي زي ما انت عايزة. تمام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف المقادير اللي معانا ايه. معانا كوبايتين دقيق. تمام كده. دقيق فاخر. ومعانا حوالي ربع كيلو زبدة. تمام. زبدة بدرجة حرارة الغرفة، ما تكونش متسيحة ولا تكون جامدة قوي. ومعانا بيضة واحدة بس علشان ايه ما ننشفش البيتي فور. وكمان معانا كيس فانيليا. مفيش بيكنج باودر عشان البيكنج باودر برضو بينشف البيتي فور. ومعانا نص كوباية سكر باودر، لازم يكون سكر باودر. ومعانا معلقة كبيرة كاكاو. تمام كده. نشوف هنبتدي نعمل ايه. اول حاجة هنعملها دلوقتي هناخد الزبدة ونحطها في الطبق كده، وهنستخدم المضرب الكهربائي. بالمضرب اول حاجة هنفكك الزبدة كده، هنعملها على الهادي كده. دلوقتي هنضيف لها ايه السكر البودر. تمام. نص كوباية السكر البودر، وهنقلبها كده شوية. وبعدين نضرب نخليهم برضو زي الكريمة كده. تمام كده حلو. هنضيف لها ايه بقى دلوقتي؟ هنضيف لها البيضة بتاعتنا هنضيفها، وهنضيف عليها كيس الفانيليا. وبرضو هنقلب الاول كده، وبعدين نشغل ايه المضرب. خطواته سهلة وسريعة، وهو يعني بيطلع جميل جميل جميل. دلوقتي هنضيف الدقيق بالتدريج. عندنا اول كوباية مش هنحطها كلها يعني. تمام كده. وبرضو هنقلب الاول وبعدين نشغل المضرب. لازم ايه كل المكونات تتجانس مع بعضها. ممكن تستعملي المضرب اليدوي بس هياخد منك جهد كتير. ننزل اللي في الجناب كده. نكمل بقى كوباية الدقيق، احنا لسه في اول كوباية. برضو هنقلب كده.
برضو اللي في الجناب كده لازم نلمه. والكوباية التانية برضو هنعمل كده، نقلب ونشغل المضرب على الهادي الاول وبعد كده على البارد، على السريع قصدي، حبه حبه. يعني شغل البيتيفور كله بالمضرب. خلاص، اخر الكوبايه التانية معانا. المادة السائلة اللي معانا هي الزبدة، هي اللي هتعمل يعني شغل البيتيفور كله، والبيضة الواحدة اللي ضفناها. تمام كده. هنستمر في الضرب يعني وكده لغاية ما نتأكد ان كل المكونات اتجمست مع بعضها. خلاص كده تمام، مش عايزين اي حاجة تانية. ودلوقتي احنا وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه. لازم العجينة بتاعت البيتيفور تكون ايه، ملزقة شوية. تمام. بصوا ملزقة ازاي. طبعا ملزقة من السمنة والزبدة قصدي، والسكر اللي فيه. احلى حاجة تعملي البيتيفور بالزبدة، وزبدة تكون نيوزيلندي يعني مش مملحة، من نوع الفاخر ده، بيديكي نتيجة كويسة جدا بإذن الله. بإذن الله أحلى وأجمل وصفة وأسهل وصفة للبيتيفور هتعمليها، والنتيجة بإذن الله بإذن الله مرضية. دلوقتي أنا هغطيها واحطها في التلاجة لمدة 10 دقايق. لازم تحتفظ بالبرودة بتاعتها على طول. والأفضل ان انت ما تعملهاش جنب حاجة دافية ولا كده، لازم المكان يكون بارد. ولو الدنيا حر قوي يعني ممكن تشغلي المروحة او المكيف، لازم يكون قوام بارد. تمام. انا هدخلها في التلاجة لمدة 10 دقايق ونشوف هنعمل مع بعض ايه. دلوقتي انا عندي معلقة كبيرة كاكاو، وعندي معلقة زبدة. دول هنخلطهم ببعض هنا علشان هقسم العجينة بتاعت البيتيفور لقسمين، قسم بالكاكاو وقسم تاني يكون سادة. فعلشان انا هضيف معلقة الكاكاو لازم اضيف لها معلقة زبدة علشان تبقى المكونات كلها مظبوطة. انا هعملها كده بالمعلقة. العجينة بتاعتنا اهي طلعتها من التلاجة. بصوا نقدر نشكلها تبقى سهلة علينا ان شاء الله. انا هقسمها دلوقتي، هاخد جزء منها كده بالنص احطه مع الكاكاو والزبدة.
نخلي الجزء ده ابيض. تمام. وهعجنها كده. ما بحبش الجوانتي بس ايه، عشان دي بتلزق شويه. لغايه ما نخليها ايه الكاكاو وكل حاجه ايه تبقى تمام. مش عايزين يبقى فيها اللون الابيض ده، ما يبانش خالص يعني تفضلي تعجني لغايه او تلمي مش تعجني يعني، لغايه ما ايه الكاكاو كله ايه يتغلغل في العجينه، والزبده ومعلقه الزبده اللي حطاها برضو. انا بلم بس مش اكتر. تمام كده، كده جاهزه. هبتدي دلوقتي اشكل. عندي انا هشكل بالقمع ده بصراحه، يعني النتيجه بتاعته بتبقى مرضيه بالنسبه لي. هنحط العجينه كده، وهنبتدي نشكل. تقدري تعملي بيه كذا شكل. تمام كده، انا هكمل التشكيل وارجع لكم. ممكن كمان نستعمل القمع ده، استعمله في الايه في البني او في الشوكولا. ندخله كده بس برضو بيعمل شكل حلو. ما شاء الله ما شاء الله، العجينة جميلة. خليت قمع العجينة اللي بالكاكاو، وقمع للعجينة السادة. خلاص، انا هكمل وارجع لكم. الصواني بتاعتنا هي جاهزة، وانا فاتحة الفرن على درجة حرارة 180. ما بياخدش يعني بالكتير قوي ربع ساعة، بالكتير قوي من 10 دقايق لربع ساعة. بصوا، يلا بينا على الفرن. البيتي فور بتاعنا اهو طلع من الفرن، شايفين ما شاء الله. الافضل ان انتي تحطي بالكاكاو مع الابيض السادة علشان تعرفي درجة السوا. اما تلاقي الابيض خلاص استوى كده تمام، يبقى تعرفي ان الايه اللي بالكاكاو او بالشوكولا يعني ايه استوى. شايفين ما شاء الله. وطبعا مش هنحركه خالص الا لما يبرد.
ونشوفه مع بعض إن شاء الله. وإلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.